روى الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه. عطاء رباني على يد النبي العدناني صلى الله عليه وسلم لا يناسب العمل، لأن العطاء حينما يفيض من حضرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يناسبه أي عمل، يتلاشى العمل أمام العطاء. فإذا نظرنا إلى هذا العمل البسيط، صلاة الصبح في جماعة، ثم جاهد نفسه لمدة ساعة ونصف على أكثر تقدير، أو ساعتين على أكثر تقدير، قرأ فيها القرآن، ذكر الله فيها، صلى فيها على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشرط أنه لم يغادر مكانه. نعم، هكذا يقول سادتنا الشراح: إنما ينال هذا الفضل من جاهد نفسه وحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد يذكر الله في مصلاه، حينما المكان الذي أنهى فيه صلاته بقي هناك يذكر الله إلى أن تحل النافلة، يعني إلى وقت الضحى. حلت النافلة فصلى ركعتي الضحى ثم ذهب إلى شأنه. جهاد للنفس لا يسمى جهادا، عمل بسيط لا يساوي شيء أمام العطاء. ما هو العطاء؟ كتبت له بذلك حجة وعمرة. ثم لما علم صلى الله عليه وسلم أننا نحتاج إلى اليقين في كلامه، وقد نقول هو يشبه أو يمثل أو يعطي كذا أو يقرب أو نحو ذلك، أراد أن يزيل عن أذهاننا هذا الشك في تقريب الثواب أو كذا أو نحو ذلك، فقال: تامة تامة تامة. الحجة التامة والعمرة التامة هي الحجة أو العمرة التي يرجع صاحبها كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. فإذا سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يوزع الحجات على أمته، ويوزع العمرات على أمته، ويطلب منها أن تتيقن في كلامه، وأن تجاهد نفسها على هذا المعنى البسيط وعلى هذا العمل القليل، وأن تبشر بعد ذلك بأجر الحجات والعمرات التامة. وإذا تم العمل قُبِل عند الله. من لطيف هذا الحديث أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام لم يقل في المسجد، بل قال جماعة. وبالتالي صلاتك أيها المؤمن مع زوجتك في بيتك جماعة، أو مع ولدك وبناتك، وتحصل على هذا الأجر. ومن لطيف هذا الحديث كذلك أنه روي في رواية ثانية صحيحة: من صلى الصبح ثم قعد يذكر الله. فحتى من منع عن الجماعة لمانع قاهر مثلا أو غير ذلك، ولم يستطيع أن يصلي الجماعة وصلى الصبح وحده وحقق هذا الشرط، وهو أن قعد يذكر الله إلى صلاة الضحى ثم صلى ركعتي الضحى، فقد نال هذا العطاء الرباني العظيم الذي أكرمنا الله به على يد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يقول السلف: هذه الجلسة جلسة الصالحين، هذه سمة الصالحين. الصلاح يبدأ من هذه النقطة. إذا أراد العبد أن يرى في نفسه وأن يعلم من نفسه أين هو، فلينظر نفسه مع هذا الأمر، كيف هو مع هذا الأمر. فهذه هي سنة الصالحين منذ أن أخبرهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء إلى زمننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.